مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بدفع مبالغ مالية، حالات واقعية وقفت عليها شخصيا ونظرت أمام القضاء، يتم دفع مبالغ مالية لبعض المشاهير السعوديين أو المتسعودين اللي يدعون أنهم سعوديين، نعم، بهدف أن يقوموا بنشر محتوى مسيء للمجتمع السعودي. راتب شهري. من يوجه؟ بعض الشركات. الشركات هذه تخدم أجندة مين؟ تخدم أجندة من يحارب المملكة العربية السعودية اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا. إذا انحل المجتمع يا أخوي خالد، انحل كل شيء. المجتمع السعودي يضرب فيه المثل في كافة دول العالم بترابطه وبتكاتفه وبحفاظه على قواعده وعلى عاداته وعلى تقاليده. كثير شفنا مشاهير كانوا محافظين وظهروا بشكل محافظ وإلى آخره، فجأة أنا آسف على الكلمة فسخوا الحياة. إيش المقابل؟ تستخدم فراغ حجاب كل شيء. حتى اللي كان يطلع يقول لك يا أخي أنا مستحيل أجلس مع مرأة على طاولة واحدة، والآن نشوفهم في التيك توك يعني بث يعني أقل ما يقال عنه إباحي. باعوا أخلاقهم وباعوا مبادئهم وباعوا مجتمعهم في مقابل المال. فليس الهدف هو فقط غسل الأموال وأنه مثلا يبغى يدخل أموال، لا لا لا، هو الهدف مصالح شخصية. وش مقابل هذه المصالح الشخصية؟ أن يتضرروا والله عيال البلد، الأطفال اللي موجودين، وينشأ جيل فاسد أو ينشأ في جيل منحل أو كذا. ما فرق عندي، أنا أهم شيء عندي أنه يدخل في رصيدي في حسابي مبلغ وقدره وكذا. طب المبلغ هذا من وين جاك؟ والله لأنه عندي نسبة مشاهدات عالية. نسبة مشاهدات عالية من وين جاتك؟ من المحتوى المنحل.